بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مصطفى أحمد خميس، شريك في مؤسسة OMG. هاجي أتكلم معاكم عن سؤال حوالين لغط كتير، إن هو لو راجل طلق مراته ومات، مراته اتجوز ولا متجوزش؟ قبل ما نتكلم عن الموضوع دوت، أو لازم نفهم كذا حالة عشان نعرف إن الراجل ده الست في الحالة دي تتجوز ولا متجوزش. الحالة الأولانية لو طلقها الطلقة الأولى أو التانية ومات في العدة، ساعتها بيجمع الفقهاء بالتجوز. طب افرض مات بعد العدة، ساعتها ما بيتجوزش. الحالة التانية لو طلقها الطلقة التالتة، بيجمع الفقهاء ما بتجوزش، لأن ساعتها بتبقى غيبة عنه، ما ينفعش ترجع له إلا بمحلل وعقد ومهر جديد. ساعتها برضه بيجمع الفقهاء ما بتجوزش حاجة. بالنسبة للنقطة المهمة جدا في الحتة ديت، وهو اللي هو الطلاق مرض الموت. لما يجي راجل يطلقها وهو على فراش موته بيموت، ساعتها الفقهاء احتاروا، ان هو ساعتها هو شايف ان هو بيبقى قاصد ان الزوج ما يخليش مراته تورث منه. ساعتها اجمع الفقهاء ان الزوجة بتورث لو مات في فترة العدة، ساعتها في الحالة دي بس تقدر تورث.